أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. في شخصين، واحد عنده كل حاجة ومع ذلك مش مرتاح، والتاني عنده أقل بكتير بس قلبه مليان سلام. الفرق بينهم مش الظروف ولا الفلوس، الفرق بينهم هو الامتنان. يعني إيه امتنان؟ الامتنان مش إنك تقول الحمد لله وخلاص. الامتنان هو إنك تشوف النعم اللي انت اتعودت عليها لدرجة إنك بطلت تحس بيها، زي صحتك، بيتك، الناس اللي حواليك، يوم عادي من غير مشاكل. في كتاب اسمه The Gratitude Diaries، الكاتبة قررت تعمل تجربة لمدة سنة كاملة، إنها تعيش وهي مركزة بس على الامتنان، مش بس تقول شكرا، لكن تدور على الحلو حتى في المواقف اللي بتضايقها. هي بتقول إنها كانت دايما بتركز على عيوب جوزها، وده كان مخلي علاقتهم مش أحسن حاجة. لكن لما بدأت تمارس الامتنان بدأت تشوف الحاجات الحلوة فيه، زي إنه بيحاول يساعدها أو بيعبر عن حبه بطريقته. ومع الوقت علاقتهم اتحسنت، مش لأنه اتغير، لكن لأنها غيرت نظرتها. الكتاب بيقول فكرة بسيطة جدا: الامتنان مش بيغير الواقع، هو بيغير إحساسك بالواقع. يعني نفس حياتك بس بقلب أخف وراحة أكبر. ممكن تكون حياتك كويسة فعلا، بس أنت مش شايفها لأنك متعود تبص على اللي ناقص فيها. وده بالظبط اللي حصل معايا. أنا عايزة أشارككم حاجة حصلت لي. أنا شخصيا في فترة من حياتي كنت شغالة ومتعودة على الحركة والإنجاز، وفجأة سبت شغلي عشان كنت حامل. فجأة لقيت نفسي قاعدة في البيت وحسيت إن الدنيا سودة في وشي. كنت حاسة إني فقدت جزء مني، مش متعودة على القعدة ولا الفراغ. وعديت بفترة إحباط شديدة، وكل تركيزي كان على أنا سبت شغلي، أنا بقيت في البيت، أنا مش بعمل حاجة. لحد ما في يوم وقفت مع نفسي وسألت: هو أنا ليه بس شايفة الوحش؟ ليه مش شايفة إن بقى عندي وقت أعمل فيه حاجات كنت بحلم بيها وما كانش عندي وقت أبدأ حاجة جديدة؟ ومن هنا بدأت أغير نظرتي، بدأت أكتب الحاجات اللي أنا ممتنة ليها حتى لو بسيطة. وبجد حياتي بدأت تتغير من جوه. رجعت أقف على رجلي تاني وبدأت البودكاست ده. وحقيقي أنا دلوقتي ممتنة جدا للفترة دي، لأنها كانت السبب إني أبطأ أفكر وأشوف الحلو اللي أنا ما كنتش شايفاه. أوقات ربنا بيقفل باب مش عشان يضيعك، لكن عشان يفتح لك باب أنت كنت محتاج تهدى شوية عشان تشوفه. ربنا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. الامتنان مش بس شعور، ده وعد بالزيادة، زيادة في الرزق، البركة، الراحة. كل مرة تقول الحمد لله بصدق انت بتعلن رضاك، وربنا هيكرمك. في كتاب The Atomic Habits كان بيوضح ان العادات الصغيرة بتصنع فرق كبير، والامتنان ده من أقوى العادات دي، لأنه بيقلل التوتر وبيحسن حالتك النفسية، بيخليك أقل مقارنة بالناس، بيخلي مخك يشوف الإيجابي. ببساطة الامتنان بيعيد برمجة دماغك. الامتنان مش معناه إن حياتك مثالية، معناه إنك شايف الحلو رغم وجود الوحش. طيب أعمل إيه؟ إزاي أمارس العادة الحلوة دي؟ قاعدة 3 نعم. أول حاجة، كل يوم قبل النوم اكتب 3 حاجات أنت ممتن ليها في يومك. الحمد لله إني صحيت، الحمد لله إن ولادي كويسين، الحمد لله إن اليوم مشي بخير. تاني حاجة، وقت الضيق اسأل نفسك: إيه الحاجة الصغيرة اللي لسه كويسة؟ امتنان الناس اللي حواليك، إن حواليك ناس أنت بتحبهم وهم بيحبوك. قبل الدعاء اشكر ربنا الأول وبعدين اطلب الحاجة. لو عايز تغير حياتك ابدأ مش بس بتغيير ظروفك، ابدأ بتغيير نظرتك.
جرب الامتنان 7 أيام بس وشوف الفرق بنفسك. يمكن الحاجة اللي زعلان منها دلوقتي هي نفس الحاجة اللي هتقول لها بعدين الحمد لله إنها حصلت. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، خلي بالك من قلبك.